صابر، ازيك يا صابر؟ افرحي لي ياما، افرحي لي. انا دخلت كليه الطب كلها 5 سنين ياما، وهرجع لك دكتور. صحيح يا ابني. صدقيني ياما انا كويس وبخير، باكل وبشتغل وبدرس. ولا صابر، طب سدي. ما تقول يا اخي دي. ايوه حاول اهو. بشندي جوزك، عارفه يحتكم على ايه دلوقتي؟ يعني يحتكم على ايه؟ الدكان والدوار والخزين اللي جوه بس كده؟ لا حاجه اكبر من كده. 7 فدادين. 7 ايه؟ مش بقول لك هتسرقيه؟ وجولك منين دول؟ من السما، من عند ربنا. 7 فدادين في الحوض البحري يتزرعوا كلهم من خيرات الله. باشندي، ايه؟ اياكش يكون جرى لعقلك حاجه؟ يا جدع عيب. ايه؟ صابر. ماله صابر؟ هيتجوز. يتجوز؟ ايوه مال. مش معقول يا باشندي، ده لسه صغير. كلام ايه ده بقى؟ لسه صغير ده ايه؟ ده بقى راجل ومعاه شهاده وهيستوظف في البندر وهيتجوز. عارفه بالك مين؟ فتحيه بنت الشيخ الشرقاوي شيخ البلد. شيخ البلد؟ يا فرحتني. ولا صلاة النبي البنية تحتكم على 7 فدادين ورثهم عن امها الله يرحمها. ده بقى ايه غير اللي هينوبها من ابوها. طيب ده ابوها باشندي ايه؟ على مهلك شويه، الولد لسه صغير ما بلغش سن الجواز. ايه رأيك لو نأجل الحكاية دي لغاية ما الولد يكبر؟ يا اخي وطلي العروسة مننا. مين قال كده؟ نربط كلام. طيب زي بعض مفيش مانع، وعلى رأيك عقبال ما يستوظف. صباح الخير يا حاج باشندي. نعم. طب رد الصباح. ما يلزمش. معلش اسمع كلامي كويس، انا جاي لك علشان عارف ومش موافق. صابر ولد ممتاز. ايوه عارف. وممكن ينجح ويجيب مجموع كبير. برضو عارف. ممكن يدخل الجامعة. نعم يا اخويا. جامعة ده ايه؟ يروح مصر وينزل في الجامعة ويعيش فيها بعيد عنا 4-5 سنين؟ هو ده غرضك يعني؟ وليه لا؟ ده يوم المنى، ده يوم النحس، يوم ما طلعتلوش شمس. بقى يسيب الدكانة وشغله ويروح يقعد في مصر وادفع له مصاريف واكل وشرب ويلبس افندي. مش كده قصدك؟ وماله مش ابنك؟ اسمع بقى يا فتح افندي، بقول لك بالعربي اهو، انت مكبرها قوي في دماغ الاولاد كلها والرجاله كلها بتشتكي منك، ان كان عم مدول النجار ولا عم عبد العزيز البقال وابو رضوان صاحب وابور الطحين. بقى انت يا راجل انت عايز ولادنا كلها تتعلم وتهاجر من البلد ليه؟ هو انت حد موصيك تخربها؟ طب لما كل الولاد تتعلم وتدخل البتاعه دي اللي اسمها الجامعه، مين بقى يزرع ويقلع ومين يساعد الرجاله اللي كبرت في السن؟ ربك موجود ونعم بالله، ما قلناش حاجه، لكن الواحد منا عاوز ابنه لا مؤاخذه ابنه يطلع من صلبه يطلع زيه. وليه ما يطلعش احسن؟ قصدك ايه؟ انت فاهم قصدي كويس. طب ويمين الله لو دخل الامتحان ما وقعد في بيتي تاني اهي، ويمين الله لا كنت ارضه من ده. مالك؟ ابدا. ما بقيتش بتذاكر؟ اذاكر ازاي بس؟ واني لاقي حته انام فيها لما اذاكر فيها؟ وبعدين؟ مش عارف، كل اهل البلد ضدي، ابويا خلاهم ضدي، خايفين لاولادهم يقلدوني ويهجروا البلد. كل واحد يقول لي فاكر ابن مسعود الخولي اتعلم في مصر وحلف 1000 يمين ما يرجع البلد. مش راضي يسيب مصر وحياة مصر ودلعها، بيقول ان البلد فيها ايه؟ زراعة وقلاعة وناموس وجاموس، بيعيب فيهم، متكبر عليهم، فاهم الدنيا غلط. الناس كلها دلوقتي خايفة تساعدني، مش راضية تزعل ابويا ولا شيخ البلد، دول حتى بطلوا يحلقوا عندي. وايه تاني؟ كتير. والواحد لما يقابل شوية صعوبات زي ده هي يعمل ايه يا صابر؟ يعمل ايه؟ حضرتك اللي بتسألني؟ ايوه. والله ما انا عارف. يبقى خلاص روح لابوك وحب على راسه
واستسمحه واقبل طلبك. لا يمكن. يعني عارف. ايوه عارف انا هعمل ايه. هنام في ايوه حتي، هاكل طوب بس اكمل، وان شاء الله ربنا هيكون معايا واروح مصر وادخل الجامعه. ايوه كده، اللي زينا مش لازم ابدا حلمهم يغيب عن عينهم، مش لازم ابدا ينسوا بكره. اني هروح احلق في بلاد تانية، هيكون معايا فلوس وهصبر على كلام الناس وتقليسهم علي لحد ما انجح. بس امي. امك مالها؟ زعلانه على فراقي. معلش، قلب الام، لكن صدقني قلبها معاك، ومنى عينها تشوفك راجل دكتور زي ما قلت لها، ولو رجعت قبل كده يمكن تكره تشوفك خالص. لا اطمن يا استاذ فتحي، أنا مش هنسى جميلك ابدا. وعلى فكره ده انك ورا العيال بتوع البلد كلها، اوعى تخلي حد منهم يطلع من المدرسه، وربنا معاك. اما افتحي ياما افتحي، انا ابنك صابر، افتحي ياما. صابر، ازيك يا صابر؟ افرحي لي ياما افرحي لي، انا دخلت كليه الطب كلها 5 سنين ياما، وهرجع لك دكتور. صحيح يا ابني. صدقيني ياما انا كويس وبخير، باكل وبشتغل وبدرس. ولا صابر، انت ايه اللي جابك هنا؟ يابا انا نجحت وهبقى دكتور. امشي مجرب ما ينامشي، ده انت سويت وش بين الرجاله. يابا انت حقك تفرح لي، انا هبقى دكتور يا اعرف ان جيت هنا تاني انا هقطع رجلك من الناحيه كلتها، انت لا ابننا ولا نعرفك. ها ازاي يابا؟ داني صابر. هي كلمه، ولمك شافتك تاني اهو انا هيكون لي شغل معاها. امشي روح مصر، روح الجامعه، واوعى ترجع هنا تاني احسن تلاقي ابوك لسه حلاق زي ما هو. امشي غور. انت صابر بشندي؟ ايوه. الدكتور شفيع اتكلم عنك كويس قوي النهارده. ها؟ عني انا؟ ليه؟ قال عليك انك ليك مستقبل كبير قوي في الجراحه، وقال عليك انك احسن طالب في سنه ثالثه. ربنا يسمع منه. اقدر بقى اخد منك كشكول التشريح؟ قوي انا تحت امرك. انا اسمي وفاء سامح. اهلا. انت من مصر؟ لا، من الفلاحين. ساكن في المدينه الجامعيه. ومالك بتقولها وانت مكسوف؟ تعرف ما بقاش في حد دلوقتي ينكسف يقول الحقيقه، لان الحقيقه مهما كانت فهي دليل شرف ليه، دليل على انه كافح وعمل كل اللي ممكن يتعمل علشان يوصل. ايوه بس ده مش رأي كل الناس. وانت يهمك ان الناس، انت عايز تطلع جراح ولا؟ لا طبعا جراح. طيب عن اذنك. اشوفك تاني؟ طبعا. امتى؟ في الكلية. عواف على الفلاحين. عواف، قصدي اهلا. انت صابر؟ ايوه. بيقولوا انك حلاق. ايوه. تلميذ في الطب وحلاق؟ ايوه. شيء بارد يا اخي. اسمع ما اقول لك، انا بقى اتطعمت خلاص ضد الحاجات دي، بالعربي اخدت عليها من كتر ما سمعتها. وبعدين؟ ايوه انا طالب طب وحلاق وباكل من شغلتي وليا دكان بشتغل فيها، ومستعد كمان اروح لحضرتك او اي حد من اصدقائك البيت احلق له. كده اهو، مش مكسوف يعني؟ وانكسف من ايه؟ انت جيت متاخر يا صاحبي، جايز كلامك كان يبقى له قيمه قبل كذا سنه، لكن انا كل هم دلوقتي اخلص واتخرج وارجع بلدي. ايه تشتغل حلاق؟ متشكر. كان لازم تقول لنا قبل ما كنا نصاحبك. تقدر دلوقتي تقاطعني؟ ازاي بقى اقول للشله ان صاحبي حلاق؟ ها؟ عن اذنكم، اي خدمه؟ صابر ما تزعلش يا صابر ارجوك، زملائك مش قصدهم. صدقني يا طه انا مش زعلان، بالعكس انا سعيد انكم عرفتوا كل حاجه عني. انا مستعد اقف في المدرج كله قدام كل الاساتذه واقول الحقيقه دي. مش ممكن، مستحيل. ابدا ممكن، لان في صديق ليا كان مدرس زمان في بلدنا قال لي لو عارف اللي انت عايزه ايه بعد كده كل شيء يبقى سهل.
مبروك مبروك يا صابر، ألف بتتكلمي مبروك جد؟ وبدرجة جيد جدا. مش معقول. صدقني الكلية كلها بتتكلم عنك. يا سلام، فينك يا أستاذ فتحي؟ فينك دلوقتي شاركني فرحتي والنهاية السعيدة لكل أحلامي؟ نهاية؟ نهاية إيه يا دكتور؟ دي البداية، بداية الشغل، العيادة، المستشفى الخاص، الدراسات، المنح، متابعة أحدث الأبحاث العلمية. حيلك يا وفاء، الحاجات دي كلها مش ليا، أنا راجع بلدنا. بلدكم؟ أيوة، راجع الكفر عشان اشتغل هناك دكتور. والمنحة والدراسة والعيادة الخصوصية كل ده ببلدنا. وفاء، أنا لسه مشواري طويل، أنا محتاج أحقق الصحة لكل واحد من أهل بلدنا، أعالجهم وواسيهم، أشاركهم أحلامهم وأفراحهم ومتاعبهم. جيد جدا يا روح الفلاحين وسط الناموس والدبان يا دكتور. وفاء أرجوكي. انت زعلت؟ طبعا، أنا ما أحبش حد يتكلم عن بلدنا كده، عن إذنك. صابر صابر. جوز بنتك القديم بقى دكتور الصحة والوحدة المجمعة. وانا مالي؟ ايه، ما كنت تخطف رجلك لحد ابوه بشندي وتصفي الجو وتخليه يخطف فتحية. وهو معقول يرضى؟ ده دلوقتي بقى حاجة تانية. ابوه يستمن، بس شاور انت. ابوه مقاطعه. كان بيقوم عليه اهل البلد، بيقول لهم ان ابوه الحاج بشندي حلاق بس مش حكيم صحة. وابوه عمل ايه؟ هو متنكد وواقع معاهم. ما كان سافر مصر احسن. بالعكس، ده عمل عيادة مجانا لأهل البلد وبقى يروح لهم البيوت بنفسه. يا ابو الحاج شرقاوي، يا شيخ البلد الحاجني. ايه العبارة يا نفيسة؟ ابني بينزف دم. ايوه، بشندي كان بيعالجه وطهر اليومين دول، والجرح بقاله 3 ليالي مش راضي يسكت، والراجل وشه ازرق وابيض واصفر وخايف يموت. الولد صفي خالص ومش عارفه اعمل ايه. يبقى مفيش غيره. مين؟ حكيم الصحة. صابر. ايوه، هو اللي يروح يعالجه. قوموا بينا نروح له.